السلام عليكم. اليوم رح نتعلم مع بعض كيفية تركيب أوتار الساز أو الطنبورة. قبل هلا عملت مقطع فيديو باللغة الكردية ونال إقبال كتير حلو. في كتير من المشتركين طلبوا إنه أنا أعملها باللغة العربية لأنه الفيديو اللي قبل هاد كان باللغة الكردية، ففي كتير عالم ما بيفهموا اللغة الكردية، فمنشان هيك للمشتركين اللي طلبوا مني اليوم هذا المقطع خصنص باللغة العربية لتركيب أوتار الساز. وهذا الساز طبعا بدنا نشيل أوتاره ونحط أوتار جديدة بدالها. قبل كل شي بنصح إنه ترخوا الأوتار للأخير، لأنه هي مشدودة وإذا قطعناها فبجوز تطير وتفوت بالعين يعني. فمنشان هيك بنرخي كل الأوتار للأخير حتى إنه فينا نسحبها سحب. يعني مثلا هاي فكيناها من هون بحذر. تغيير الأوتار بدها حذر. رح أحكي كمان شوي عن المعدات اللي معي. هون بنسى بس ذو راس رفيع منشان يكون عملنا حساس إنه نشتغل بدقة أكتر. وعنا هون القاطع، هذا بيجي خصنص للآلات مثل البزق والجيتار منشان شد المفاتيح. إن شاء الله بشي دروس رح أعمل مكثف عنها. المهم هون قطاعة، أي قطاعة كمان بيمشي حاله، بس إنه هي شبيتسيال أو مخصوصة للآلات. سحبناها، فكينا الوتر قبل الأخير بشوي، يعني شغلة إصبع، فقصه حطينا هات عجنب. إنه ديروا بالكم. وهلا اللي بنسميه البنسة بدفش ودفش. بعرف إذا هيك الكاميرا واضحة. بدفش ودفش فكبرت الحلقة. بسحبها من هذا الطرف كمان. هذا اللي مركبين الوتر مركبينه بطريقة خاطئة لأنه ملفينه لفة وحدة. وهلا رح بس أركبها رح تفهموا علي ليش إنه لفة وحدة غلط. المفتاح اللي بعده كمان برخيه، برجع المفتاح لمحله. حتى بالقطاع هاي كمان فيني أقصه قبل بشوي، يعني خلي الشغلة سنتي سنتيين حسب. برجعه بمطرحه، فهون تطلع معي سليمة. بعتذر لأنه تصوير موبايل، فما بيكون فيه الدقة العالية، إنه من قريب أحيانا بتكون الصورة مغبشة. نفس العملية المفتاح الثالث فتحناه سحبناه. هون رح تكون أوضح لأنه هاد الراسول بيجي أتخن. هاد اللي قصدته إنه بدفشه هيك لحتى يرتخي، فبسحبه من فوق. هلا صار فيني أسحبه من تحت بدون بنسى إنه احترافية أو إنه يكون راسه رفيع، فبتعذب وبجوز تجرحك
فعلى هذا النحو نشتغل مع الكل. هذا ملفوف لفتين، هذا الصح. فهلا بكمشوا من تحت وبدفشوا لفوق. وهيك. هلا آخر وتر. طبعا هذا الساز كان ناقصه كمان لسه وترين، وكان في أخطاء كثيرة يعني. الوتر الثالث كان حاطين راسول تخين، فهذا الشي غلط. قصيناه لآخر مرة مشان تفهموا بالضبط. هيك. ورجعه شوي لورا بحيث انه يتوسع، يكون في مجال اسحبه من هذا الطرف وبسحبه لتحت. التخين شوي قاسي. الفرس بحطه قدامي مشان ما اضيعه. بيجي بشوف المفاتيح. هلا في بعض المفاتيح داخله كتير لجوا والبعض طالع لبرا، ونوعا ما في تنسيق يعني. في منهم عاملين جوار. هلا مثلا هات بشوفه عالي وهات بشوفه نازله كتير، بإمكاني بدل مطارحهم واشوف اذا بيصير احسن فبخليه هيك. هذا هون كمان مو منيح. هذا المفتاح متآكل منه كتير، فرح احاول احطه بمنطقة تكون ضيقة او ما تستخدم كتير. هيك صار شوي احسن. لازم يكون في مسافة نوعا ما هيك اصبع او اصبع هيك بالعرض، منشان لما بدنا نلف الوتر يكون في مسافة. فهيك صار احسن من قبل. هلا قبل هلا كان منه كتير نازل ومنه كتير طالع، فهيك نسقنا المفاتيح في حال في عذر. وهلا انا كوني فكيت الاوتار كلها وصار في بامكاني امسح هون المنطقة هاي، فراح ننظفها. ويفضل انه يكون كحول اللي بنسميه سبيرتو، اي كحول كمان بيمشي الحال. المهم ما يكون مي، يعني انه حرام لانه خشب فبينتزع اذا قربنا عليه المي، بيصير فيه رطوبة. محرمة سبيرتو لانه بيطير بالهواء يعني. هيك بنظف الوجه، محل ضربات الريشة، محل ضربات الأصابع، والحمل كمان بيؤدي إلى توسخ الصدر. مثل ما عم تشوفوا الوسخ هاد كله بيروح بالسبيرتو أو الكحول. رح أحاول أنظف هيك محل عفق الأصابع كمان. طبعا أنا هلأ منظف بشكل سريع مشان المقطع الفيديو، بس انتو أكيد يعني الآلة آلتك رح تنظفها بشكل أحسن وأتقن. حاول هيك بشكل عرضي وارجع للمنطقة تحت الأوتار وتحت الفرس هيك أكثر شي.
لأنه بأطراف بإمكان الواحد ينظفها إمتى ما كان، بس تحت الفرس تحت محل الوتر هو أحسن شيء. بإمكان الواحد يمسحها كلها، بس هلا أنا بس مشان أفرجيكم مقطع الفيديوهات. هلا هيك صار نضيف كمان، وهلا صار جاهز إنه نحط له الأوتار. طبعا أفضل أنواع الأوتار هي الباراميت، في أنواع كتيرة ما بدنا نعمل دعاية، بس إنه الباراميد معروفة. سحبنا الأوتار الكيس، ننتبه نحن وعم نطالعه إنه ما يتطاير، ما ينفتح، ما تطير بالعين. كمان لازم يكون عندي ثلاث أوتار رفاع ووترين وسط، يعني عياره أكبر، وواحد راسول تخين وواحد راسول رفيع. لآلة الساز أو الطنبورة الطويلة اللي هي 23 برداية بنستخدم 0.20، ومثل ما بدأ البغلة بيجي أنعم يعني. فمثل ما قلنا هدول 3 صغار الرفاع 0.20 هدول. هون لازم يكون 0.30، والرسول صراحة ما بعرف أرقامهم لسه، إذا حصلت الأرقام رح أخبركم، بس إنه على الأغلب يجوا طقم واحد، يعني أنتم ما تاكلوهم، بس إنه 0.20 هي تسمية الرفاع، والتانيين بيجوا معاها طقم، فما تاكلوا هم الأرقام. 0.20 للطنبورة والساس. تمام. بحاول بفكها أنا هيك بهاللفة هي تتوسع معي الحلقة، كمان كمل عليها هيك، انه شوي انا كامشها من هون وعم بفتحها من هون، مثلا بامكاني اتفشها باصبعي هيك بحيث ما افقد السيطرة عليها، انه تكون تحت السيطرة. ها هلا هي هيك انفكت، بس بايدي فك من هون ومن هون. ننتبه لانه هاد فولاذ، والفولاذ يعني اي انحناء خطأ مثل ما شايفين الاوتار الاصلية بس ما هيك فكيتها فبترتخي وبتصير ساوية. هذا الفولاذ. الفولاذ حساس كتير، يعني أي نكشة ضربة هيك صغيرة أو غلط فبتنقرف، يعني بتنحني، فبس بده يسحبها الواحد الطق يعني تنقطع. يعني في كلمات يعني سبحان الله هيك صعب ترجمتها. حط الاثنين جنبي بشكل هيك طويل، مع انه غزتهم هيك، وهلا بحمل الوتر اللي انا بدي اشتغل فيه. بدخله من الثقب الاول، دخلناه من الثقب الاول، بسحبه تاني مرة، برجع بلف عليه وبنفس الثقب، دخلناه بنفس الثقب. تمام. صار هلا هيك مرتين قلبه. هات هاي الإبرة اللي طالعناها، ما فيني أقرب أكتر هيك. تمام. هات يعني على سنتيم راح أحني راسه. تمام. باتجاه الأسفل هيك أصدقائي. تمام. وهلا برجعه على الثقب نفسه، كمان على الثقب نفسه، بس قبل ما أرجعه بكون أنا سحبت هاد شوي، بجيب الوتر هاد وبدخله بقلبه. شايفين أصدقائي؟ هاد هيك بيصير، يعني بينقفل عليه قفل، بيصير بيدخل بقلبه هيك. هلا بسحبه خلص هيك صارت. بتمنى توضح الصورة. صارت لفتين. تمام.
تمام هيك صارت، ومن تحت ما طلع زيادة شوي، لأنه إذا طلعت زيادة كمان بتجرح الإيد. هي بسحبها هيك على طولها، حاولك مشى هيك مثلا الصندوق بين القدمين وأسحبه. هاد أول ثقب من تحت كان اللي هو 0.20 الناعم، بجيبه للأخير آخر مفتاح من فوق. يعني أول وتر من تحت بيكون بالأخير. في شي تاني إنه هذا الوتر بيكون طوله أكبر بشوي. هلا هو نوعا ما في مشكلة، فيني أقص بس شوي منه. هلا هذا الطويل رح أتركه هيك، بس لما يكون المفتاح هون فبحاول أقص منه إنه شو ما يكون أطول من هيك، لأنه هذا الزائد كمان بيزعج بشد المفتاح. تمام، راح أقص شوي منه كمان. أنا بفضل إنه أسحب المفتاح وأدخله بالثقب، له ثقب ناعم، وأحنيه بإصبعي كمان على سنتيم واحد. بعد منه بلفه بهذا الاتجاه هيك، بحيث إنه اللفة هاي تنيم الصنت اللي حنيته. ما بلف كتير، بيجي لهون بنتأكد إنه إذا الطول مناسب. هيك لحتى يجي مقابل المفتاح. بدفشه. خلي هلا مبدئيا حاليا شوي أعالي، هون لازم يكون في فراغ، ما لازم يوصل للأخير منشان ما يعمل لنا مشاكل. هي رقم واحد. طبعا أنا شايف الفيديو رح يطول كتير، وهذا الوتر ناعم كتير فما رح يبين معاكم. أنا منشان هيك رح أبلش أحط الراسول، لأنه الراسول أوضح بكتير، مشان ما أطول عليكم بالفيديو. الوتر الثاني كمان بينحط نفس العملية، بس هلا بنجي للراسول. عنا راسولين، واحد رفيع وواحد تخين أو غليظ. كيف بميزهم عن بعض؟ الضعيف بيكون رخو والقاسي بيكون قاسي، يعني التخين بيكون قاسي. فهذا اللي هو فوق هذا القرار. راح أفكه منشان سهولة انكم تشوفوها بالفيديو تكون واضحة، يعني كونه لونه أبيض وتخين بيكون أوضح للفيديو. هلا بهي الحالة الراسول والوترين الوسط هدول بس بدهم لفة وحدة، يعني بس مرة بدخلها بالثقب وبحني الرأس وبمرق الوتر. راح أشرح لكم إياها. هذا الوتر الفوق دخلته أنا هيك تمام بهذا الحجم. بدي سنتيم واحد بحنيه هيك، يعني صار معاي هيك. برجعه لنفس الثقب، برجعه على الثقب، وقبل ما أرجعه بحط هذا بقلبه، الوتر بقلبه هيك يعني. ما بتحكم بإيد وحدة. شوفوا أصدقائي هيك بتصير، يعني
بنفس الثقب وهيك، فبسحبه شوي لتحت، والبقية بالسحب هو بيشد حاله بحاله. تمام. وهذا الراسول التخين يجي من فوق أول واحد. بدخله 1 سنتي، برفعه أنا هيك وبشده بحيث ينام على السنتي هذا اللي طالعته من الثقب، وبجيبه لمطرحه بندخله. حاولك مش أنا بإيدي هذا هيك مشان يضله مشدود، وأشد هيك أبرمه محله. قبل ما أشده كاملة بحطه على مطرحه على الأنف بمكانه، وبخليه. هلا ما بشده زيادة بس منشان إنه أعرف إنه تثبت معي. فالأبيض هون كان واضح. طيب راح أرجع أعيد كمان واحدة من الناعمين، لأنه حسيته إنه بالفيديو ما كان صافي، فللأسف إنه الكاميرا ما عم تساعدني. راح أدخل الوتر الثاني من تحت. لا، هذا دخل بالثالث، هذا بالثاني. طالعته. تمام أصدقائي، أو إذا عم بتشوفوا هيك. تمام. طالعته، رجعت دخلته تاني مرة من نفس الثقب، بنفس الثقب بدخله، بنفس الثقب بدخله. هلا بسحبه، بسنيه كمان 1 سنت، وبرجعه على نفس الثقب. وقبل ما أرجعه بجيب الوتر هذا كله، يعني أخلي هذا الانحناء يدخل عليه. شوفوا أصدقائي هيك صار، يعني شايفين هذا هيك، هذا صار بقلبه. بدي شي منطقة تكون واضحة. أنا عم شوف كتير منيح، بس أنتوا اللي ما بتشوفوا بالكاميرا. تمام أصدقائي، بدخله من تحت منه، وبرجع على نفس الثقب، بسحبها وبسحبها، فصارت عندي هيك أوضح مثل ما عم تشوفوا هون فتلتين، ومن تحت شوي صغيرة طالع هذا السنت. تمام. وهلا مثل ما قلت حطه بالأرض وأسحبه لفوق، والطويل الزائد بقصه، يعني أكتر من هيك، يعني 4 أصابع بقص الزايد منشان ما يزعجنا في الشد. بسحب المفتاح، بدخله بالثقب سنتين كمان، بحنيه سنتين، بحنيه، بنيمه وبشد عليه، بحيث ما يفلت. شايفين الانحناء هاد؟ بحنيه هيك، بعدين بفتله بحيث هيك، يعني هيك يصير فيه. هيك
هيك صار واضح عليكم. تمام. فبخليه دائما هيك مشدود مشدود. بتجيبوا هلا مقابل المفتاح، مقابل الثقب، وبنزله. تمام أصدقائي، هذا المفتاح الأولاني للوتر الأول. الوتر الثاني هذا الراسول الضعيف اللي هو هذا. بعد منه بيجي هات للوتر المنتصف التحتاني، وهذا الفوقاني للمنتصف الفوقاني اللي هو الوتر النصاني. هون كمان قبل الأخير هاد كان الراسول التخين، هاد كمان بيجي واحد رفيع، واحد قرار واحد جواب، وهدول الاثنين طبيعي. هون قرار الجواب، هون اثنين جواب. طولت عليكم بالفيديو كتير، رح حاول أركبه مشان ما أطول عليكم ونرجع الفرس. طبعا كمان بكون أنا هون ما شديته كتير، بفوت الفرس من هون وبرجعه لحالته القديمة. أغلب الآلات بيكون في نقطة هون مرسومة إنه وين مطرحها. بحالة مثل هالحالة هي المطرح القديم مبين، وإذا ما مبين حاولوا أنتوا قبل ما تفكوه تحطوا أنتوا نقطة مشان ترجعوها على محلها القديم. ومنشان دوزان الآلة رح حط الرابط تحت القناة بإمكانكم تشوفوه. أنا عملته قبل هلا، ما في داعي نكرر ونعيد. ومنشان برامج الدوزان، هو صراحة مو ضروري يكون نفسه هذاك البرنامج. أي برنامج بيمشي حاله، بس إذا تكون يعني سليمة. تنتبهوا ما تكون، لأنه في برامج خصنص للآلات الباص أو للآلات مثل الكمان أو هيك. أصدقائي مشان ما أطول عليكم بالفيديو لأنه ما شاء الله قربت على نص ساعة، كنت حابب أعمله كتير ملخص، بس بتاكل وقت. أنا بعرف يعني الدوزان إذا الواحد بده يعمله على مهل بتاكل الساعة كمان. حاولت أشتغلها كلها بسرعة. وهذا كان كل شيء لليوم. أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا وتكونوا اكتسبتوا شوية خبرة للي ما كانوا بيعرف يركب الأوتار. هذا كان كل شيء لليوم. شكرا لحسن المشاهدة، ودمتم بأمان الله أصدقائي. إلى فيديو قادم. تشاو.